صباح الخير شباب. اليوم ايش قد 11/6 ان شاء الله يوم مبارك عليكم. هاي المخاليف دا تطير. أه دا تطير حلو. لمد يعني ما قامت تتطشر، بس عندي مشكلة، عندي زوج ذنيت زوج حتى على الجيران، خاف تحط كل المخاليف وراهن. فاريد اعرف نصيحتكم شنو، شو اسوي هذا للزوج اللي يحط، شو اسوي لهن؟ اعزلهن، اداويهن، خاف مريضات لو هن ما يطيرن، خاف بيهن ديدان، خاف تحط المخاليف كلها يمهن. والله راح تفسد الطيور لانه بذني فسدنهن. ها واحد كمبك وحده جوزيه ما يطيرن. يصير عندك هيك حاله، لو بس اني عندك يعني يطلع طير او طيرن بهم ما يطيرن، وش تسوي له انت بهيك حاله؟ من يطلع عندك طير، شوف هذا بدرنج حطنا هذا هسه عندنا ما يطير، هذا ابو تعاجي ابو حبايه. هذا بلها تنوالها هنا. حطت ابطال ابطال. تعالوا والله ابطال، والله ابطال. حطوا يعني يطيرون 10 دقائق بس. حارة عندنا الموسم يطير فك حلو. تعال اليوم انا القيت كان علاج جني وياهن. بالصيف تسبح الطيور يوميا ما عليه شيء. هاي اعطيها وجبتين، هاي جواها افراخ. هاي عندي طيرة من الزق مو من تبيض، عندي طيرة من الزق دعوفها ولك دعوفها، هاي كلب من الكلب. عندي طيرة من الزق فدنوم تنتي تاكل هي والزق وفرخات كبار، بس من الزق تقوم تزحف زحف على رجليها. لا تقول لي سالمونيلا لانه افراخها عايشين ودنيت لنا افراخ. هاي عندي هاي الطيرة كلش تضعف، حيوانة تاكل ما تقدر تمشي. والله الصيف حلو حتى بالتنظيف والابراج، 5 دقائق بس تترك. بس ذا قايمات يذب الريش. هاي شنو هذا من حلو. هلا بالحبش هلا. فما اعرف ايش تنصحوني اذا عندك طير او طيرين يحط على الجيران، هذا يفسد كل الطيور وتصير عند اكبر واحد. عوفين يا معود. جاوبونا بالتعليقات على اسئلتي، لان انا ما اعرف بالحمام وما افتهم. واحد يقول طبعا اكو تكسير، اكو ناس متابعتني على القناة ويحاولون شوية يقللون من قيمتي ومن قيمة حمامي. يا اخي لا تحكي علي كشخص اذا ما تعرفني وما متعامل وياي.
عيب عليك تحكي علي بالموزينة، لأن أنت لا متعامل وياي، لا ماخذ حمام من عندي، عيني لا بايع لك طيرة ما تبيض، لا ما ادري شنو من هاي السوالف، ما عندي. ولا تحكي على حمامي لأنه أنت ما تملك هيك حمام. اي لا تحكي على حمامي، لا تقول هذا حمام مو زين، لا تقول لي هاي السوالف مالتكم مال المطير شي اتركوه، صيروا زلم وخذوا الموضوع كهوايه. لا تصير هذا وهذا وهذا تجيبه وديه، ما عندنا عوف هاي السوالف. شلونه هذا شلونه الرماني، من يعرف هذا شنو؟ هذا بدرنج، هذا شو هذا؟ هذاك متوجه، من يعرف هذا؟ والله هذا مسوف، معليش هسه يزق لنا. شنو ليش طالع؟ هذا بيضة واحدة، لا والله بيضتين. من حفاي شلون كم وجبة للطيور إذا جوها فرخات؟ وجبة واحدة، وجبتين، نص وجبة. شوف هذا الأشعل الأسود مو فخر الصناعات. واحد قال لي اريد احمر تحاجيل، شفت هذا الفخر، هذا بابا هذا بتحاجيل. كان يقول لي لا ما اريده، قلت له ليش؟ قال لي بينعل وكعكولته مو عريضه، قلت له يا اخي انت تريد تحاجيل تذب على بدرنقه، هو تشوفه شلون احمر سيرانك، احمر دهني. انت شو تريد؟ تريد رجل قويه؟ هاي رجل قويه. يقول لي لا بينعل. قلت له استغفر الله يا ربي، اعطيك احمر بغدادي ما بي تحاجيل ما بي نعال؟ لا انا اريد احمر تحاجيل. قلت له هذا عندي خوش طير، شوف الصبغ مالته دهني. بس هاي الطيرة مسوفة ما اعرف ليش، كل ما تزق تسوف. شنو رايكم هذا الاحمر ابو تحاجيل؟ اعطوني رايكم بهذا الطير. شكو يعري وين هيك يصيح. ها عندي داية. هذا زوج هاي طيرة خرب. طلعت طيرة، تعال عندي طلعت طيرة حافية. هاي بيضت. هاي طلعت طيرة والله. شو بسرعة، شو اقول لكم المخاليف عندي زوجت بسرعة هاي السنة، ما اعرف ليش. يعني خليني اشوفكم هاي والله بيا ريشة. لحظة شفت، لا 2 2 4 6 بالرابعة. ولو كانت دافنة واحدة من 2، بس هي من زمان قديمة، هاي من الوجبة الأولى. طيرة بالرابعة تزوج؟ أنا أقول مستحيل. نذبها ويا الحمر لعد. طيرة بالرابعة تزوج، لو بالسابعة لو بالثامنة من يصير. نذبها ويا الحمر. شنو رأيكم هاي الكوامر أمهات تحاجين؟
هلا والحمر شو السوي؟